في فيديو النهارده هشارك معاكم رحلتي على الطيران الألماني لوفتهانزا بيزنس كلاس من دبي لميونخ على طيارة الإيرباص A350. ندخل الطيارة على كرسي 1A، أول كرسي في البيزنس كلاس. بصراحة يعني كان شعور مختلف جدا. أول حاجة استقبلونا بالويلكم درينك، وأنا كنت عطشان بصراحة فطلبت مية، وبرده كان فيه مكسرات، يعني حاول كده تقعد تصبر نفسك قبل ما الطيارة تطلع، لأنها سماعة نويز كانسلنج. واحد يتحكم في الفيرمنس بتاعت الكرسي، هو يعني عن طريق الهواء، يعني تقلل الهواء او تزود الهواء. وبالنسبه للكرسي هو يمكن كنز شويه بالنسبه لشركات البيزنس كلاس التانية، زي مثلا في نير الكراسي بتاعتها اوسع بكتير. عندنا كمان مساحه تخزين وفيه ازازه ميه، وغير كده عندنا شبشب ومخده وملايه، والشنطه دي فيها كريمات وفرشه سنان ومعجون سنان، ويعني شراب برضو موجود. هتلاقي كل حاجه موجوده في الشنطه الصغيره اللذيذه دي اللي خدتها طبعا معايا وانا ماشي. دي بنص ساعه تقريبا نستلم المنيو ونشوف بقى المنيو، يعني نصها تقريبا بتحكي عن الكحول والواين والشامبانيا والحاجات دي. يعني واحد ملوش في الحاجات دي، لكن بقية الركاب بصراحة الرحلة دي كانوا خربينها. من ضمن الفطار عندنا ساقع وسخن. انا نفسي اخترت البانكيكس وكانت حلوة الصراحة، لكن ما تتخيلوش مثلا كميات كبيرة، يعني هو يا دوبك حاجة بسيطة، كميات قليلة. وبعد الفطار قدموا لنا الشوكولاتة دي، وقبل الهبوط بساعة بس قدموا لنا وجبة بسيطة زي دي. بعدها ادونا شوكولاتة تاني، ونتفرج بقى على منظر جبال الألب، كانت خطيرة جدا. وقت الهبوط لميونخ صراحة الهبوط كان جميل جدا، والطيارة يعني وصلت بعد 7 ساعات وتلت بالظبط. وبالنسبة للخدمة برضو في لوفتهانزا يعني عادية جدا بالنسبة لبيزنس كلاس.